هل ممكن تجميل الأنف بدون جراحة؟ ما افضلش التجميل غير الجراحي للانف. هل ممكن نحت الجسم من غير أنابيب تصريف؟ ممكن، وان كان انابيب التصريف بتسرع من تصريف السوائل خصوصا منطقه البطن. هل ممكن أن تعود الدهون بعد عملية الشفط؟ يعني انها تعود بسهوله لا، بس ممكن الاماكن التانية تزيد اسرع من الاماكن المنحوته، ولو الزياده في الوزن كبيره قوي ممكن النتيجه تتاثر طبعا. هل حقن الدهون في الجسم يدوم أكثر من الفيلر؟ ده اكيد 100%. هل ممكن عمل فيلر بعد عملية تجميل الأنف؟ ما افضلش ابدا فيلر في الانف، ولكن طبيا ممكن. هل ممكن الرجوع للرياضة بعد أسبوع من العملية؟ حسب نوع الرياضه، حسب الزمن، وحسب التوقيت، وحسب نوع العمليه، بس ممكن اسبوعين يكونوا فتره ادق ان المريضه ترجع للرياضه. هل صحيح أن عملية شد البطن مؤلمة أكثر من الشفط؟ هي عشان ربط العضلات الجرح غير مؤلم، ولكن ربط العضلات بيبقى فيه شوية آلام، علشان كده بنستخدم جهاز الكلاريس علشان يدي تخدير للعضلات اللي هو التثبيت.